قالوا لي ان اللي جاي ده اللي هيخش علينا ده قريب حد معروف. انا والله العظيم مين اتحاسب عليه ان ما حد قال لي لا مين هو ولا يعرف مين، ولا انا اللي قلت كلمه جدك محمد فوزي، لان انا اصلا ما تخيلتش ان جده محمد فوزي، يعني تخيلت ان هو هيكون اكبر من كده في سنا يعني، لان الاحفاد محمد فوزي اكبر من كده كمان. فهو دخل عليا، بصيت في وشه، ما كانش على بالي خالص الموسيقار العظيم اللي بموت فيه محمد فوزي. رحت قلت له انت جدك محمد فوزي؟ انا اللي قلت كده. ايه يعني؟ ايه يعني ان هو قال ان هو ابن عم ابوه فهو قال انا زي جدي؟ مش هيأثر عليه طبعا، بالعكس الولد شبهه جدا وصوته زيه جدا، ولو انا كل الانتماء ده للاستاذ محمد فوزي وهو مش قريبه، فهو ينتمي اكتر للاستاذ محمد فوزي اكتر من قريبه، لان هو مش الجينات بس اللي بتعبر عن قرابتنا للناس وعن انتمائنا للناس، في ناس بننتمي لهم مفيش بيننا وبينهم جينات. الحملة اللي اتعملت عليه دي ممكن تأثر على مشواره؟ بص، الحملة اللي اتعملت عليه ممكن تساعد مشواره مش تأثر على مشواره، لو هو بس يعني هما الناس واخدينه على انه بيقولوا ان هو كذب، يعني هو ما كذبش خالص، هو ما قالش اي حاجة غلط. هو الناس تبص على مدى الشبه اللي فيه، والناس تبص على مدى شبه الصوت اللي فيه، تبص على انا اللي قلت كده، انا اول واحد اطلق الموضوع ده، فعشان كده انا بقول له جو اهيد، هتكون وهتبقى احسن واحسن.